لو ما عملتيش اللي انا عايزه هفضحك وهنشر صورك وهعرف اهلك وجوزك واصحابك. في الفترة الأخيرة بقينا نسمع عن حالات ابتزاز إلكتروني، وناس كلموني بصفة شخصية إن عندهم مشكلة في الموضوع ده، إن بنت كانت مرتبطة بشخص في فترة من الفترات، أو حد خد منها صور أو محادثات خاصة، أو شخص قدر يخدعها ويجمع عنها معلومات، وفجأة تبدأ التهديدات: لو ما عملتيش اللي أنا عايزه هفضحك وهنشر صورك وهعرف أهلك وجوزك ومعارفك. وهنا للأسف الضحايا بيقعوا في أكبر غلطة ممكن تحصل، إنهم بيعتقدوا إن الاستجابة للمبتز هتنهي المشكلة، فبتدفع له فلوس فبيطلب أكتر، توافق على طلب فيطلب تاني وتالت، وهي تحاول تخفي الموضوع وهو يستغل خوفها أكتر وأكتر، وأحيانا بتحاول تحل المشكله بشكل غير مشروع او غير قانوني. زي بعض الناس اللي كانت بتكلمني بتقول لي ان شخص معين بيحاول بيهددها وان هي عايزاني اخترق لها الجهاز او الشخص اللي معاه المشكله. مبدئيا كده انا ما بعملش الموضوع ده تماما لانه حاجه غير قانونيه. تاني حاجه، لو انت حاولتي تشوفي شخص موافق انه يعمل حاجه زي كده، في الغالب مش هتوصلي معاه لحاجه وهتدفعي فلوس وهينصب عليك، وبدل ما انت واقعه في مشكله هتبقي واقعه في مشكلتين. وتاني حاجه لازم تعرفيها ان المبتز عمر ما بيكتفي ابدا، لان اللي بياخد مره هيطلب مره واثنين وعشرة، واللي بينجح مره ان هو هيبتزك تاني على قد ما هو يقدر. وعشان كده الفلوس مش حل، والاستمرار في علاقه غير مشروعه برضه مش حل، وانك تستجيبي للتهديدات اللي بيهددك بيها برضه مش حل، لان في الحقيقه كل دي حلول مؤقته بتخلي المشكله تكبر. طيب السؤال هنا ايه التصرف الصحيح؟ اول حاجه، ما تحسبيش اي دليل بينك وبين الشخص اللي بيحاول يبتزك، سواء كانت رسائل او صور او سكرين شوت لمحادثات بينكم والحسابات والارقام اللي بتجيلك منها الابتزاز. تاني حاجه، اقطعي اي تواصل مع المبتز قدر الامكان، ما تدخليش معاه في اي نقاش. تالت واهم حاجه، لازم تطلبي المساعده من شخص بتثقي فيه، زي والدك او والدتك او اخوكي او زوجك، لان كتير من ضحايا الابتزاز بيخافوا ان اهلهم يعرفوا، لكن الحقيقه ان معرفه اهلك بالمشكله منك احسن 100 مره ان هم يعرفوها من مصدر مجهول او من شخص بيحاول يبتزك، ساعتها المشكله هتكون اكبر بكتير. رابع حاجه، انك تاخدي اجراء قانوني بانك تتوجهي للجهات المختصه وتقدمي بلاغ رسمي وتقدمي كل الادله اللي معاك، لان الابتزاز الالكتروني جريمه والقانون بيعاقب عليها عقوبات صارمه جدا. خامس حاجه، لو انت بتتهددي من مصدر مجهول اعملي ابلاغ عن الحساب ده، لان منصات التواصل عندها سياسات صارمه ضد الابتزاز والتهديد. وفي الاول في الاخر ايا كان ايه الحل اللي انت هتتوجهي ليه، لازم أن يكون حل صح، مش اي طريقه من الطرق الغير مشروعه اللي قلناها في الاول، عشان في المشكله دي بالذات اي حل مش صحيح هتخلي المشكله اكبر من المشكله اللي انت فيها اصلا. وبشكل عام ما تشاركيش اي صور او فيديوهات ليكي او معلومات خاصه لاي شخص ايا كانت ايه درجه الثقه، لان العلاقات بتنتهي عادي جدا، لكن الفيديوهات او الصور اللي خرجت من ايدك ممكن تفضل موجوده مع اي شخص لفتره طويله جدا. ولازم تستخدمي كلمات مرور قويه لتليفونك وحساباتك، وتفعلي التحقق بخطوتين، وتخلي خصوصيتك على الانترنت حاجه ما فيهاش اي تهاون. وفي النهايه لو كنت ضحيه للابتزاز، افتكري ان المشكله عمرها ما تتحل بالاستسلام للمبتز او انك تعملي اللي بيقولك عليه، لان الحل الحقيقي انك تحتفظي بالادله اللي معاكي وتطلبي المساعده من شخص بتثقي فيه من اهلك، وتتخذي الاجراءات القانونيه المناسبه، لان سكوتك وخوفك هو مصدر قوه المبتز. طول ما هو شايفك خايفه لوحدك هيفضل يتمادى اكتر واكتر. اما المواجهه القانونيه الصحيحه فهي اللي بتوقفه عند حده. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده على قد ما تقدروا، عشان في ناس كتير جدا واقعه في المشكله دي ومش عارفه تتصرف صح ازاي، فممكن تكون سبب في ان انت تنقذ حد من المشكله دي. انا محمد عمر، سلام.